السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا نرجع بقى لفيديوهاتنا، وهنعمل النهارده وصفة جميلة جدا على السريع على السريع كده. هنعمل زي ما انتم شايفين فطير الأفران الجميل التحفة اللي سمنته على قد وحاجة كده وهم. زي ما انتم شايفين اللون تحفة، القوام عسل عسل عسل، وكمان هنشوف التوريقة بتاعته جميلة. وطبعا زي ما هنقول دلوقتي في الفيديو بتاعنا، مكوناتنا سهلة وبسيطة ومفيش أبسط من كده. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. انا هنا معايا كيلو من الدقيق، طبعا انا نخلته كويس جدا، وهضيف عليه معلقه كده صغيره من الملح، ومعلقه ونص كبيره من السكر. طبعا السكر فوائده هنا هيطعم لي او هيعادل لي طعم الدقيق مع شويه الملح اللي انا حطيتهم، وكمان هيساعدني في لونه، هيخلي لونه ذهبي كده وجميل. حطيت رشه خفيفه كده من البيكنج باودر، يعني ممكن اقول نص معلقه صغيره بس على الكيلو دقيق. وبس كده، هي دي مقاديرنا وخلاص على كده. هابتدي بس اقلب تقليبه سريعه كده للمواد الجافه بتاعتي او السكر والملح يعني. وعلى طول الميه اللي بعجن بيها دي انا عجنت بميه تبقى دافيه شويه، علشان طبعا انا كنت عايزاها تخمر بسرعه. زي ما قلت لكم في الاول، هنعمل عشوه خفيفه سريعه، في خلال نص ساعه بالظبط هتكوني مخلصه الفطير بتاعك ده. طبعا عدد الفطير اللي هيطلع من الكيلو الدقيق ده بتاعك انتي. طبعا ده كله راجع للتوريقه اللي هتورقيها للفطير. انا هنا مش عايزاه سمين، ومش عايزاه يبقى سميك قوي او عدد طبقاته كتير قوي، علشان انا كنت عايزاه اعمله بسرعه كده. مش هياخد معايا نص ساعه وهنتعشى بيه ان شاء الله، وهتبقى عشوه سريعه كده وسخنه وجميله. زي ما انتم شايفين كده العجينه ابتدت تلم معايا. طبعا فيها تلزيقه بس بسيطه قوي كده، زي ما احنا عارفين المعجنات اللي بنبقى عايزينها تطلع طريه شويه، بنبقى سايبين العجينة بتاعتها فيها سنة لزق كده في ايدي. بس طبعا زي ما انتم شايفين اتلمت كده وزي الفل. طبعا هسيبها بقى تختمر، بس هحط عليها معلقتين كده من السمنة، وبعد كده هسيبها، بس مش هتختمر قوي ولا حاجة، بالعكس ده هي ترتاح بس. يعني ممكن اقول 10 دقايق. ده هيبقى هيساعدك اكتر لما تيجي تفردي، هيفيدك لما تيجي تفردي العجينه بتاعتك ان هي تتمط معاكي وتتفرد، عشان تعرف تتورق منك تبقى كويسه جدا. وفي نفس الوقت العجينه ما تمطش معاكي، ترجع لاصلها تاني. كده خلاص بعد مرور 10 دقايق بالظبط، وزي ما انتم شايفين العجينه يعني ما شاء الله، مش محتاجه ان انا اشرح لكم فيها، هي جمالها باين. على طول هابتدي بقى بس اقسمها كده. طبعا زي ما قلت لك تقدري تعملي منها 2، تقدري تعملي 3 4 زي ما انت عايزه، ده راجع ليك انتي. حجم الفطيرة بقى للتوريقة بتاعتها، هابتدي بقى أنا عملتها 4 أرباع كده. هابتدي أجمع كل واحدة منهم زي كورة كبيرة كده، وهسيبها بس جنبي لحد ما هخلص كله. طبعا في المرحلة دي أنا مش هسيبها ان هي ترتاح ولا تختمر ولا اي حاجة خالص. انا هوريكم هعمل بيها ايه. انا بس بشكلها كده على شكل كورة عشان تبقى سهلة معايا اعرف اقسم التقسيمات بتاعتي. طبعًا عايزة تطلّعي بقى من كل واحدة من دول فطيرة ماشي، عايزة تقسّمي بقى كلّه مع بعضه كِوَر كده صغيّرة، علشان تبقى كل كورة هي ورقة منها أو التوريقة منها، برضه زي ما أنتِ عايزة. أنا بس كل الفكرة كلّها إن أنا هاعمل واحدة كبيرة و3 صغيّرين. أنا كده قررت إن أنا هاعمل الفطيرة بتاعتي، الطبقة اللي فوق خالص أو اللي هتكون هي اللي مقفّلة على الفطيرة كلّها، هاخلّيها كبيرة شوية. وبعد كده هاعمل بقى 3 كِوَر صغيّرين أصغر من الأولى اللي عملتها، بحيث إن أنا الطبقات بتاعتي اللي جوّه طبعًا مش هيكونوا 3 ولا حاجة، وهنشوف دلوقتي هنبقى هنطبّقها إزاي وهنخلّيها تورّق معانا إزاي. طبعًا زي ما أنتم شايفين يعني العجينة لينة وبتتشكل معايا بكل سهولة، وحاجة كده في منتهى الجمال، لإن عجنتها كويس جدًا، جدًا. وخليكِ عارفة ومتأكدة إن الفطير أهم حاجة فيه إنه يتعجن كتير. يعني هتفضلي تعجني مثلًا في الكيلو ده حوالي 10 دقايق متواصل أو ربع ساعة كمان. طبعًا لو أنتِ بتشتغلي بعجان كهربا أو حاجة مش هتاخد منِّك 10 دقايق، لكن علشان أنا عجنت على إيدي فأخدت معايا مثلًا ربع ساعة لحد ما العجينة بتاعتي بقت زي الفل. زي ما أنتم شايفين كده بيبان على قوامها على طول إن هي كده خلاص. باسيبها ترتاح وباشتغل بيها على طول زي ما أنتم شايفين. كانت سهلة جدًا معايا وجميلة جدًا، ورشة البيكنج باودر اللي أنا حطيتها دي تقدري تستغني عنها لو أنتِ عايزة. كده على طول هابتدي أقسّم معايا أهو. حتى أنا كنت محضّرة كمان وقتها النشّابة علشان أشتغل بالنشّابة وكده، لقيت العجينة معايا مش محتاجة نشّابة ولا حاجة خالص. طبعًا ده علشان أنا قررت إن أنا أعمله فطير أفران، لكن الفطير المشلتت إجباري بيكون أكبر من كده، والتوريقة بتاعته بتكون عددها أكبر من اللي أنا هاعمله دلوقتي. هاعمله معاكم قريب إن شاء الله، لإن هو حاجة بصراحة يعني تحفة. هابتدي بقى أغطّي الكِوَر بتاعتي دي. زي ما أنتم شُفتوا أنا دهنتها في الأول سمنة، وكمان
فتحت عليها كيس تلاجة كده وسبتها ترتاح زي ما هي كده 10 دقايق كمان، 10 دقايق و10 دقايق قبل كده، كده التلت ساعة بتاعتنا. يلا بقى نفرده في 10 دقايق كمان وهندخله الفرن، مش هياخد معانا 5 دقايق وهنكون حضرنا أحلى عشاء سخن. يلا بقى في السريع كده، انا هنا بس جبت صينيه صغيره كده وحطيت فيها شويه من السمنه بتاعتي. طبعا انا محضره معايا هنا سمنه، كوبايتين من السمنه عليهم نص كوبايه بس من الزيت. طبعا زيت يبقى نوع نضيف وكده علشان ما يعملش معاكي ريحه مش كويسه، مش هتعجبك في الفطير. وده اهم حاجه في الفطير، نخلينا واخدين بالنا من الخطوات البسيطه دي، هتفرق كتير جدا. حتى لو انتِ عاملاه طريقة الأفران، لكن بصراحة برضه بطريقة البيت وبريحة البيت وبنضافة البيت وبمكونات البيت تفرق كتير كتير. هابتدي بقى أضبّط حاجتي، طبعًا الرخامة دي أنا مغسلاها بقى ومنضفاها وعاملة حسابي إن أنا هافرد عليها الفطير بتاعي، فاضية كده مفضياها من كل حاجة واخدة غسلة محترمة علشان هافرد عليها. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، العجينة بتاعتي مش محتاجة ولا كلمة. طبعًا التقطيعات اللي هتحصل دلوقتي في العجين ولا هيهمِك، وهتشوفي دلوقتي هنطلّع فطير سليم وزي الفل. شايفين؟ شايفين عاملة إزاي معايا؟ باشد العجينة بتاعتي بترق أهي من النُص وجميلة وزي القمر. كده خلاص اهو، تعالوا بقى نشوف هنقطعها ازاي، وهوريكم كمان التطبيقات بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. اهو زي ما انتم شايفين كده، تقدري تعملي كده زي ما انا عملت 4/4 بس، وتحطيهم على بعض كده بطريقة عشوائية لحد ما توصلي لمثلث، لدايرة قصدي او لمربع زي ما انت عايزة. اهو طبعا دي لسه هتتحط جوه طبقة جوه طبقة جوه طبقة. هبتدي بقى افرد الطبقة بتاعتي التانية، وتعالى اوريكي الطريقة اللي أنا قطّعت بيها أول واحدة دي المعتادة بتاعة النت كلّهم بيعملوها كده. لكن تعالي شوفي أنا هاقول لِك بقى تطبّقيها إزاي أو هتقطّعيها إزاي بكل سهولة. أنا فردت واحدة زي ما أنتم شُفتوا كده، لو خدتوا بالكم معايا أنا فردت منهم كورة، فردتها نُص فردة كده وسِبتها على جنب. طب ليه أنتِ عملتِ كده؟ علشان أنا قررت إن دي الطبقة الأخيرة أو الأكبر واحدة فيهم، أنا أخدتها وعملتها كده علشان دي اللي هتكون الطبقة الأخيرة معايا. فأنا فردتها نُص فردة وهاسيبها كمان ترتاح معايا 3، 4 دقايق كده اللي هاعمل فيهم الطبقتين دول، علشان تفرد معايا أكتر كمان عشان تكون مرتاحة معايا أكتر. هابتدي بقى أحط ال الم أول طبقة لفيتها، وزي ما انتم شايفين كده أنا قطعتها من كل اتجاه 2، وخدت بعد كده الزوايا، وبعد كده هاخد القطع المربعة دي، وبعد كده وصلنا للفطيرة بتاعتنا. شايفين شكلها ابتدى يبان أصلا من دلوقتي. على طول هعمل الطبقة التالتة، كده عملنا طبقتين ودي التالتة اللي بنعمل فيها دلوقتي. دهنة كده من السمنة خفيف هتفرد معايا العجين وهتخليه مورق وزي الفل. لو انت حابة تضيفي زيادة سمنة عن كده مفيش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين انا بحط ايدي كده تحت العجين وببتدي ان انا بالراحة كده واحدة واحدة بفرد العجينة بتاعتي. كده خلاص اهو، في ثواني بكون مخلصة. اهم حاجة النص بتاعي يكون سليم زي ما انتم شايفين. خلي بالك من التقطيعة دي هتسهل عليكي كتير كتير. وكمان لما باجي احط العجين بتاعتي او الطبقات بتاعتي الاولى بحطها على الناحية المساوية، بخليها هي اللي تكون تحت. اهو زي ما انتم شايفين باخد واحدة واحدة. شايفين عدد التوريقة؟ لو انت حابة تعملي فطير صغير هيطلع معاكي التوريق بتاعه كبير وكتير، عدده كتير. اخر طبقة معانا اهي، هاخد بقى دهنة كمان كده من السمنة وهبتدي افرد فيها. شايفين عاملة ازاي؟ سهلة جدا، لينة جدا، جميلة قوي. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة بكل سهولة. طبعا ده راجع لمكوناتك، وكمان راجع يعني سمك العجينة وانت بتعجنيها. خليها لينة ما تخليهاش قاسية قوي. شايفين صوابعي باينة من تحت اهي. العجينة رقة معايا وزي الفل صراحة، حاجة كده في منتهى الجمال وكانت جميلة. الحتة اللي تقطع منك ما تخافيش ابدا، دهنة حلوة كده من السمنة عشان طبعا دي خلاص اخر طبقة لينا في الفطيرة بتاعتنا. اهو زي ما انتم شايفين بس كده خلاص. هنبتدي بقى ناخد الزوايا زي ما قلت لكم كده، اهو بفردها. وبعد كده هاخد بقى المربعات بتاعتي المساوية دي احطها زي ما انتم شايفين. وانا بحاول اشرح لكم على قد ما اقدر ان ازاي الفطيرة بتاعتي هتطلع مورقة وكمان شكلها هيطلع منتظم وزي الفل. ايه رأيكم بقى؟ فطيرة زي الفل قمر اهي. دهنتها دهنة سمنة كده من على الوش وهسيبها طبعا ترتاح، واهم حاجة في الخطوة دي ترتاح. خلص باقي الكمية بتاعتي وهرجع لكم. هنسمي الله بقى ونقول بسم الله كده. بسم الله ما شاء الله، طلعنا مع بعض منها كام فطيرة؟ طلعنا 5 فطيرات وواحدة صغنونة كده مش هنحسبها، بس أنا طلعت منهم 5. طبعا تقدري يكونوا أقل من كده، وتقدري كمان حجمهم يقل عن الحجم اللي أنا هعمله دلوقتي. دي صينية كده
هادهنها دهنة حلوة من السمنة، وبعد كده هاحط عليها الفطير بتاعي علشان أفضّي الصينية بقى اللي هادخّلها الفرن دي هاوريها لكم دلوقتي. وهافرد بقى، طبعًا كنت سِبتها ترتاح، باحط السمنة كده عليها علشان طبعًا لمّا باجي أدخّلها الفرن بتبتدي تتشرّب معايا شوية من السمنة، فتبقى واخدة حقّها وهتبقى كويسة جدًا. أهم حاجة لمّا تطلّعيها من الفرن على طول غطّيها علشان تكون طرية معاكِ وزي الفل. هاحط بقى معلقتين 3 سمنة كده، وبعد كده هابتدي أفرد أول فطيرة. ركّزي وخلّي بالِك إنِّك أول فطيرة هتفرديها في الصينية تكون هي أول فطيرة أنتِ ورّقتيها وحطيتيها على جنب. زي ما قُلنا العجين بتاعنا ما فيش فيه حاجة أصلًا تخلّيه يتخمّر ولا حاجة ترفعه ولا أي حاجة خالص، رشة البيكنج باودر دي علشان تورّقه بس من بعضه، مش أكتر من كده، تساعده بس في التوريقة. لكن أنا باقول لِك ريّحي العجين، لإن إحنا مش عاملين خميرة ومش عاملين بحاجة خالص تخلّيه إنه يخمر أو يتضاعف أو كده. لو ريّحتِ العجين بتاعِك هيفرد معاكِ بمنتهى السهولة في التوريقة، وكمان لمّا تيجي تفرديه كده في الصينية علشان نسويه. زي ما أنتم شايفين كده يعني حاجة في منتهى الجمال، دهنة سمنة محترمة والناس بتوع الدايت ياخدوا مننا إجازة النهارده. بس كده خلاص هادخّلها بقى على فرن، طبعًا مش هتكمّل معايا في الفرن 10 دقايق على نار متوسطة، ولو أنتِ بتعملي فرن كهربا 180 وهيضبط معاكِ ويبقى زي الفل. يالّا بينا بقى نشوف بسم الله ما شاء الله الفطيرة بتاعتنا عاملة إزاي، وطرية وجميلة جدًا ولونها من تحت زي من فوق. نخلّي بالنا النار تكون متوسطة من تحت ومتوسطة من فوق، ونحمّي الفرن قبل ما ندخّل الفطير بتاعنا. زي ما أنتم شايفين يعني لو أنتم موجودين معايا هتعرفوا إنه مقرمش سِنّة صغيرة جدًا ومورّق وزي الفل وطعمه وسكره مضبوط وملحه مضبوط وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. طبعًا ده مش الفطير المشلتت، لكن ده فطير الأفران التحفة الجميل اللي كلنا بنجري عليه وبنشتريه من برّه ده، عملناه بأسهل مما يكون. حاجة كده في منتهى الجمال زي ما أنتم شايفين لونها خطير، خطير، خطير. والريحة طبعًا أنا ما حطيتش فيها سمنة بلدي ولا حاجة، وعايزة أقول لِك إن الريحة كانت ولا أروع. فطير بقى يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده هابتدي إن أنا أقطّعه عشان أورّيكم من جوّه عامل إزاي مستوي وزي الفل. طبعًا ده علشان ادّيته حقّه، وطبعًا هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، خالص. 10 دقايق لكل فطيرة ويمكن أقل من كده كمان على حسب الفرن بتاعِك، لكن خلّينا نقول 10 دقايق علشان يستوي من جوّه ومن برّه زي الفل كده، ويورّق معاكِ ويبقى فُل الفُل يعني. كده خلاص أهو زي ما أنتم شايفين. طبعًا لو أنتِ حابة إنِّك تزوّدي عدد الطبقات بتاعِك، حاجة من الاتنين، يا إما هتزوّدي ال الكِوَر بتاعتِك والتطبيقات بتاعتِك هتكون أكتر لو عملتِ بنفس الطريقة بتاعتنا، وكمان تقدري إنِّك تصغّري حجم الفطيرة شوية وأنتِ بتفرديها في الصينية قبل ما تدخّليها على طول على الفرن. ده الحاجتين دول هيفرقوا معاكِ جدًا في سمك الفطيرة لو أنتِ عايزاها أتخن من كده، وكمان هتبقى أطرى من كده لو عدد الطبقات أكتر أو لو حجمها تخين شوية عن كده. لكن خلّيني أقول لِك جرّبيه بطريقتي وجرّبيه بالسمك ده ومش هتشبعي منه. زي ما أنتم شايفين يعني حاجة كده في منتهى الجمال وطري تحفة، تحفة، تحفة. وده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.